بعد نهاية المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب التونسي ونظيره الكندي، والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي، عقد المدرب التونسي صبري اللموشي ندوة صحفية تطرق فيها إلى تقييمه لأداء المنتخب خلال هذه المواجهة، وكشف من خلالها عن أبرز النقاط الإيجابية التي خرج بها الجهاز الفني، إضافة إلى الحديث عن تحضيرات المنتخب التونسي واستعداداته للاستحقاقات القادمة. وخلال هذه الندوة وجه اللموشي رسائل مهمة حول تطور أداء اللاعبين وروح المجموعة وخياراته الفنية في هذه المرحلة من بناء المنتخب، وهذا أبرز ما جاء فيها. كابتن صبري، بعد مباراة اليوم أمام كندا، كيف تقيم الأجواء خاصة مع الحضور الكبير للجماهير التونسية؟ بصراحة كانت لحظة مؤثرة جدا. رأينا جماهير قطعت مئات بل آلاف الكيلومترات، بعضهم جاء من مونتريال وآخرون من الولايات المتحدة. هذا يعطينا طاقة كبيرة. في بعض اللحظات شعرت وكأننا نلعب في تونس، خاصة مع الأهازيج والتشجيع. هذا شيء نفتخر به. وماذا عن أداء اللاعبين داخل الملعب؟ أنا سعيد جدا بالروح التي أظهرها اللاعبون. صحيح أننا ما زلنا بعيدين عن المستوى الذي نطمح إليه، لكن ما رأيته من تضحية، تماسك وروح جماعية يجعلني متفائلا. هذه هي القاعدة التي يجب أن نبني عليها. هل هناك نقاط سلبية لاحظتموها؟ أكيد لا يوجد فريق كامل. يجب أن نكون أكثر فاعلية هجوميا، خاصة عندما تتاح لنا فرص واضحة. كذلك هناك بعض الأخطاء الطبيعية لأننا نعمل مع مجموعة فيها لاعبين جدد وشباب. لاحظنا تغييرات كثيرة في التشكيلة، هل هذا جزء من خطتك؟ نعم، هذا كان مقصودا. نحن في مرحلة بناء، ومن الضروري أن نعطي الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين. أردت أن أرى الجميع في ظروف مختلفة، بداية المباراة، نهايتها، وفي مراكز متعددة. هذا يساعدنا في اختيار أفضل قائمة ممكنة للمستقبل. كيف ترى مستقبل المنتخب التونسي في ظل هذه التغييرات؟ أنا مؤمن جدا باللاعب التونسي. لدينا جيل شاب يملك إمكانيات كبيرة، ومع وجود بعض اللاعبين أصحاب الخبرة يمكننا بناء فريق قوي. المهم هو العمل، الصبر والدعم الجماهيري. المنتخب سيواجه منتخبات قوية في الفترة القادمة، كيف تستعدون لذلك؟ نعرف أن التحدي كبير. هناك منتخبات قوية جدا مثل السويد، اليابان وهولندا، لكن هذا لا يخيفنا، بالعكس يدفعنا للعمل أكثر. يجب أن نكون جاهزين بنسبة 100% يوم المباراة. هل أنت راض عن هذه المرحلة التحضيرية في كندا؟ بكل صراحة نعم. إذا قيل لي قبل قدومنا إلى كندا إننا سنصل إلى هذا المستوى من الانسجام والالتزام في وقت قصير، كنت سأوافق فوراً. النتائج ليست الأهم الآن، الأهم هو بناء فريق قوي للمستقبل. كلمة أخيرة للجماهير التونسية؟ أقول لهم شكراً من القلب. دعمهم هو قوتنا. نعدهم بأن نبذل كل ما لدينا لإسعادهم، ونطلب منهم الاستمرار في مساندة هذا الجيل. وفي ختام هذه الندوة الصحفية، بدا واضحاً أن الجهاز الفني للمنتخب التونسي يواصل العمل على بناء فريق متماسك يجمع بين الخبرة والطموح. رسائل المدرب كانت مليئة بالتفاؤل، ولكن أيضاً بالواقعية حول حجم التحديات القادمة. بهذا نصل إلى نهاية تغطيتنا من هذه الندوة الصحفية، على أمل أن يواصل المنتخب التونسي تطوره في قادم الاستحقاقات. شكراً لمتابعتكم، وإلى اللقاء في تغطيات رياضية قادمة.